السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة وأتم التسليم، يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال، يجعل سعادة الدنيا والأرض ما بين إيديكم اللهم آمين يا رب العالمين. النهارده كمان برضك عندنا تحدي جديد، دايما كل يوم كده إيه بقى باضطر إن أنا أتزنق في موضوع الفطار، كل يوم أقول أنا خلاص النهارده هاعمل فطار بمزاج كده وبال رايق كده وأعمله وارتاح وأقعد مرتاحة، لأ تبص تلاقوني اتضغطت كده في وقت قصير جدًا وإن أنا أبقى باجري حوالين نفسي. المهم يعني كان عندي لحمة في التلاجة هنفطر إيه، هنفطر إيه، من قبلها بيوم باسألهم ما حدش بيرد عليَّ، فقُلت خلاص هنطلّعها ونعمل قلقاس يعني، هابعت ابني يجيب قلقاس من أي حد خضري في الشارع وكده، و وأنا أكون ولّعت عليها يعني، ولّعت على اللحمة زي ما أنتم شايفين أول حاجة قُلت يعني على ما تبدأ تاخد سِوَى، طبعًا ابني نزل ولطعني يعني ما جاش غير 16:30 16:30 هاقشّر قلقاس وهاغسله وهاحضّره. قُلت تمام ما فيش مشكلة، فاجئني كمان إن هو هيفطر هو وصاحبه مع بعض، طب تمام ماشي هتفطروا خلّوكم يوم تاني مش عارف إيه، يوم ما أكون عاملة حسابي قال لي: "لأ ده إحنا عايزين نفطر كبد وقوانص وكده وتعملها لنا وتضبّطها لنا." حبيبي ده إحنا خلاص الساعة داخلة على 17:00 يعني أنا هالحق أعمل إمتى؟ طيب أعطيته الفلوس يجيب اللي هو عايزه، بصّيت لقيته جايب لي الكبد والقوانص مش متنضّفة، فاللي هو ضغط نفسي فوق أي ضغط يعني بقيت عايزة أولّع فيه، يعني أنت يعني كنت انزل من بدري وهات لي الحاجة بدري، أمّا أنت عامل حسابك إنك هتفطر أنت وصاحبك يعني. قُلت يالّا نستعين بالله كده ونبدأ ونسمّي كده، أهم حاجة إيه أخلص من حاجة يعني، زي ما أنتم شايفين طبعًا إيه، قُلت إن أنا أخلّص موضوع الأكل الأساسي الأول، الكبد والقوانص مقدور عليها. حطيت القلقاس كده وأنا كنت في ناحية تانية كنت غاسلة الرز ونقعاه زي ما أنتم متعودين معايا، القلقاس مع رز أبيض فبابقى غاسلاه ونقعاه، وحضّرته وحطيته على النار، هنا كانت اللحمة خلاص بدأت تستوي، وأنا كنت قشّرت القلقاس وغسلته غسلة مضبوطة، أنتم عارفين باحب أغسله كده، ونزلت عليه كده إيه على اللحمة والشوربة وسِبته بقى إيه ياخد غلوة كده على بال ما أروح أشوف اللي ورايا، رُحت بقى نضّفت الكبد والقوانص، وهنا كنت حطيت مَيّة، طالما بتعملي حاجة لحد فلازم تعمليها بنفس الطريقة اللي بتعمليها لنفسِك في البيت وإن أنتِ تقبلي بتاكليها. يعني أنا عشان الوقت كنت مستعجلة قُلت خلاص هاغسلها واضبّطها الكبد والقوانص وأعملها لهم إيه على طول كده في الطشة ومش عارف إيه، رجعت نِفسي ما سمحتليش إن أنا أعمل كده صراحة يعني، قُلت لأ خلاص أنا هاعملها لهم زي ما باعملها، متعودة لازم أغلي مَيّة زي ما أنتم شايفين كده أنا مولعة على مَيّة ووراها تمام، وهنا هاعمل الطشة بتاعة القلقاس، كنت هنا بعد الحشو مش يعني الوقت مش مساعدني حتى إن أنا أمسك حاجة في إيدي أمسك بيها الحلة، بعد المَيّة ما قرّبت تغلي عصرت نُص ليمونة وحدفتها فيها كده وحبة ملح صغيرين. كنت غسلت الكبد والقوانص ونضفتها وخليتها قشطة كده وصفيتها في المصفى، ورُحت جايباها كده في المَيّة، طيب أنتِ عايزاها تسويها في المَيّة، لأ طبعًا أنا مش هاسويها في المَيّة، أنا هاخلّيها تاخد غلوة بس لحد ما تنزّل الدم ولو فيها أي زفارة أو أي حاجة فيها تنزل لي في المَيّة دي، يعني طبعًا كبدة الفراخ والحاجات دي يعني في زفارة طبيعي في الفراخ، مهما تنضفيها تعمليها بتحسي كده لو حمّرتيها على طول كده هيبقى فيها زفارة واضحة. فأنا باحب أحطها كده إيه في مَيّة مغلية تاخد لها غلوة بس كده بالليمون أو بالخل، وبعد كده هنصفّيها تاني ونبدأ نقطّعها ونضبّطها. كنت طبعًا أنا هنا مش باصوّر خطوة، خطوة، لإن الوقت مش مساعد إن أنا ألِف بالكاميرا يمين وشمال تمام، فهنا كنت حطيت قطعة سمنة زي ما أنتم شايفين حتى السمنة مطلعاها من الفريزر متجمدة، حطيت الكيس ريحة على الرخام وباقطّع من بالسكينة كده، خدت حتة سمنة سيّحتها ونزلت عليها بالكزبرة الخضرا، لإني مش باحط سلقة على القلقاس، ومش معنى كده إنه مش كويس لأ، كل واحد فيه طريقة متعوّد عليها، يعني هي طريقة الطبخ واحدة بس بتختلف، يعني في ناس بتضرب الكزبرة في الخلاط أو السلق أو كده، لأ أنا باحب أحمّره كده بحتة سمنة حلوة وباحب أحطه. هنا كنت باجِس اللحمة والقلقاس، لقيت القلقاس ما شاء الله يعني كان طاب خالص واللحمة برضك كان بقى سواها حلو يعني، فقُلت على ما الطشة تتعمل يعني نكون خلاص يعني ضبّطنا الدنيا يعني. نذكر الله بقى كده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويا سلام بقى لمّا تكوني مفرّزة حاجة ومرتاحة وتيجي بقى الحاجة اللي عندِك تخلص، يعني التوم اللي متفرّز خلص وفاضل بقى التوم اللي في البلكونة ده عايزة أقول لكم عِمل زي القش كده، يعني كلّه فِضة، فهنا كنت جايبة كُبشة توم كبيرة أوي من البلكونة وعمّالة أطلّع منها كام فص للتقلية بتاعة القلقاس وكام فص للكبدة يعني، فيعني اللي هو تقولوا محتاسة واقعة كده إيه في بحر كده.
ما ننساش بقى برضك ندعي لاخواتنا الفلسطينيين ان ربنا يهون عليهم ويرد لهم ارضهم ويرفع عنهم الغمة اللي هم فيها وينصرهم نصرا عزيزا جميعا تعجب له اهل السماء والارض. زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت التوم على التقلية وقلبت كده الكبد والقوانص. شايفين لون المية اتغير ازاي؟ هو ده اللي انا عايزة اوصله لكم. انا ما بقعدهاش في المية فترة طويلة، انا بديها غلوة بس. بس طبعا الوقت يعني بيحسك انها كتير، لا ما قعدتش كتير ولا حاجة، يا دوبك هي غلوة بتنزل المية منها كده ايه، واللون اللي فيها يعني لو فيها دم فيها اي حاجة من دي بتنزل في المية، ما بتاخدها وخلاص. بروح واخداها تاني تحت مية نضيفة كده من الحنفية على المصفى. تمام. واروح شطفاها شطفة حلوة كده وهي في المصفى، مش بحط ايدي فيها، خلاص هي كانت مغسولة كويس تمام التمام. دوبك ان انا بشطفها مطرح المية اللي اتغلت فيها. وانا كانت التقلية بتاعتي خلاص بقت جاهزة. يعني بجيب لكم كلمة من هنا على كلمة من هنا لحد ما نخلص ايه الفيديو بتاعنا. مهم. هبدأ ننقل الحلة تاني كده على العين بتاعتها، نرجعها تاني حلة القلقاس علشان نحط التقلية بتاعتنا. وهنا حطينا الطشة ما شاء الله بقى، يعني ساعة ما تحطي الطشة بتبقى ريحة القلقاس ما شاء الله طالعة فظيعة، يعني بتجيب من آخر الدنيا. البنات كانوا عاملين يقولوا يا ماما انت يعني عمالة تقولي انت ما مش لاحقة مش لاحقة، وريحة الأكل ما شاء الله قلبة الدنيا يعني. قلت لهم يا الحمد لله، بس هي بيبقى في ضغط نفسي ان انت بتبقي حاسة ان قدامك وقت قليل، فتبقي حابة انك تعملي براحتك، يعني لسه هضرب العصير، لسه هحضر السفرة، لسه مش عارف ايه، فبقى في ضغط شوية. وانا خلاص كنت خلصت القلقاس والرز كان استوى وظبطت الدنيا. جبت بقى الطاسة عشان نبدأ نحمر الكبد والقوانص. الحمد لله بجد كان الوقت يعني كفى معايا، وكنت خلصت كمان قبل الأذان بحبة حلوين، بحبة وقت محترمين، يعني حوالي ربع تلت ساعة كده. حطيت حوالي معلقتين زيت، وهنحط برضك معلقة سمنة بلدي كده. كنت قطعت القوانص، قطعتها كده ايه شرايح طولية عشان يبقى شكلها حلو وشيك. أول ما السمنة بتبدأ تسيح هي والزيت كده، هروح نازلة بالقوانص بتاعتي، وبنزل بالقوانص الأول عشان طبعا القوانص بتاخد سوا شوية عن الكبد. يعني أنا باحكي لكم حكاية إن إحنا كل يعني لمّا باكون مضغوطة في الوقت، أو إن أنا معايا ساعة أو معايا ساعة ونُص، مش عشان أبيّن شطارتي، بالعكس ده الموضوع بيبقى مُتعب للأعصاب جدًا. يعني أنا بالنسبة لي حاسة بإرهاق نفسي، بابقى متوترة، بابقى مش طايقة حد يكلمني، مش طايقة حد يدخل المطبخ، بابقى بجد يعني بابقى متنرفزة ومتعصبة. يعني مش باحكي لكم حاجة حلوة، لأ أنا باحكي لكم إن أنتِ ممكن تكوني مثلًا تستعيني بالله كده وتستهدي بالله وتهدي، ما تاخديش الأمور على صدرِك ده أوي زي كده. هتبُصي تلاقي نفسِك إن أنتِ إيه، كل حاجة اتضبطت وخلصت، في الآخر كله بيخلص يعني. فأنا مشكلتي كمان إن أنا بُصي أولادي يعني كله داخلي المطبخ، كل واحد عنده كلمة محشورة في زوره، داخل يكلمني، ماما مش عارف هاعمل إيه وهاخلي إيه، ماما يا حبايبي خلاص وأنا باشتغل مش باحب حد يكلمني. فأنتم شايفين كده قلبت القرنص تقلبتين في الإيدام كده يعني لحد ما حسيت إنه بدأ يستوي. نزلت بالكبد برضك قطعوها شرايح طولية برضك. يعني شكل الكبدة والقوانص بيقول لِك كليني، الشكل بتاعها وهي نضيفة كده والريحة طالعة منها ما شاء الله. لا هي شوفوا بقى، لا الكبدة اتهرت، يعني في ناس كانت بتشتكي من إن هي لمّا بتحمّر كبدة الفراخ بتتهري منها، لأ، لا الكبدة اتهرت ولا اتفصصت ولا أي حاجة من دي. الإيدام بتاعي نضيف زي الفل، تحتيها هتشوفوني وأنا باقلّب كده بتلاقوا الإيدام نضيف ما فيهوش حاجة متقطعة. بدأت أحيّق بقى الكبد والقوانص، حطيت حبة ملح وحبة فلفل أسمر، ورُحت كده جِبت قرنين حاميين حلوين كده مع قرن فلفل بارد كده أحمر، وكام فص توم كده إيه اللي عرفت أطلّعهم، ورُحت إيه دقّاهم عليهم كده بإيديّا على السريع كده بسكينة حامية يعني ما دقيتهمش، ورُحت نازلة مقلّباهم بقى إيه تقليبتين. وهنا بقى شمي الروايح بقى، شمي الروايح. شايفين القطعة بتتقلّب يعني ما شاء الله، ما فيش حاجة تحت منها، ما فيش هري، ما فيش فرافيت، ما فيش أي حاجة. هي الكبدة والقوانص أصلًا كانت طازة، كانت فريش، بس هو يعني أنا اللي ضايقني إن هو جابها الحاجة متأخّر، فاجئني، وإن كمان القوانص كانت عايزة تتنضّف فيها القشرة بتاعتها، كده، كده أنا هاغسلها بس كانت عايزة تتنضّف يعني. هنا كنت عبيت الأكل على أساس إن ابني هييجي ياخده، وبعدين رجعت قُلت أورّيكم بقى إيه بالمرّة. هنا كنت قطّعت له طماطم حاطّاها في علبة، والخيار قطّعته في علبة، يعني بتضبّطي بقى أكنِّك يعني بتحطّي في البيت يعني. كنت غرفت الرز بتاعنا على جنب كده، ندهت بنتي قُلت لها اغرفي ريحي الرز بتاعنا إحنا، وكان جايب عيش رَدّة حاطّته له بردك كده، وفضّيت له بقى إيه كده في البايركس. هو كان عايز إن أنا أعمل ساندوتشات صراحة يعني كنت حاسة إن موضوع الساندوتشات مش هيمشي معايا، هُم كانوا هيروحوا ياكلوا مع بعض يعني
عند والدته وكده، فقُلت له: "خلاص يعني هافضّيهم لك في طبق كويس وكده وخُدهم معاك." لإن الساندوتشات أنا مش فاضية أقطّع عيش وأعمل ومش حابة يعني موضوع الساندوتشات، هاحط لكم في طبق أحسن كده شكلها شيك، وكمان بعد ما صوّرت هنا عبّيت لهم برضك علبة فيها مخلل كده من اللي أنا باعمله اللي هو الخيار والشطة ده بيبقى حلو أوي، باعمله بطريقة كويسة جدًا. حضّرت له حاجته وركنتها وغرفت أكلنا وكان لسه بدري خالص على الأذان. يعني هو الاستعجال ما فيهوش حاجة، بس هي حتّة إن أنتِ تبقي إيه، ارتباطِك بالوقت إن إحنا في رمضان في وقت معيّن، يعني كُنّا هناكل عليه يعني، فحتّة إن الوقت خايفة إن أنتِ ما تنجزيش، خايفة إن الوقت ما يكفّيكيش، بيبقى إحساسه صعب أوي للناس اللي عندها مسؤولية، أنتِ عندِك مسؤولية إن كُلّه مسؤول منِّك إن أنتِ اللي هتحطّي، أنتِ اللي هتعملي، أنتِ المسؤولة، أنتِ اللي هتتسألي الأكل اتأخّر ليه أو ما عملتيش ليه أو ما عملتيش ليه، بتبُصّي تلاقي نَفْسِك في توتُّر نَفْسي، يعني كل ده باحس بقى بتعبه بعد ما باخلّص كمان وباقعد، باحس إن أنا خلاص نفسيتي وجسمي وكُلّي تعبانة، كُلّي بجد تعبانة، لإني بابقى واخدة الموضوع على أعصابي زيادة عن اللازم. لكن هو أنا لو خدته هو ما هي كده عدّت وكده عدّت، يعني لو خدته على الهادي شوية واستعنت بالله، كل الدنيا هتمشي وهتتيسّر يعني. المهم يعني أنا باحكي لكم مش عارفة باحكي لكم ليه، بس باحكي لكم يعني إيه تجارب، لإن أكيد في كتير زيي برضك مش أنا لوحدي مثلًا، إحنا دلوقتي في ناس مثلًا ممكن تجيب حاجة العيد، حاجة هدوم العيد، مش عارفة إيه، وممكن ترجع البيت متأخرة شوية تقول ده أنا خلاص مش هالحق، ده أنا هاجيب أي حاجة سريعة من الشارع مش عارف، فلا والله الوقت بيكفّي، أقل حاجة الوقت بيكفّي، بس هي حتّة إن إحنا بتبقى بقى كل واحد على حسب نفسيته، حسب ما أعصابه بتقدر تتحمّل يعني. كنت غرفت هنا هي غرفت لي رز وطلع، قُلت لها خلاص أنا هاغرف بقى خلاص طالما ضبّطت أكل أخوكِ وركنته على جنب، هابدأ أنا أغرف بقية الأكل. غرفت كده القلقاس في بولات كده، وبعدين طلّعت اللحمة لوحدها، وبرضك غسلت طبق مخلل برضك كده هاجيبه، كنت عملت العصير في النُص كده وطلّعته، أهم حاجة صينية الكوبايات والعصاير والمَيّة، يعني باقول إيه، يتصبّروا بيه عشان حتى لو اتأخرت يبقى أنا إيه، في حاجة ورا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ميعادنا معاكم الفيديو الجاي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.